ومن اهم برضو الحلول ان انا اوفر شغل للسيده. يعني انا اقول لها ايه، انت ليكي شغل ما تقلقيش، انت ليكي مستقبل، انت ليكي كيان، بعد حتى ما جوزك يتعرض لك بالعنف وبيعمل معاك الحاجات دي كلها انا واقفه جنبك، انا هكون معاكي. ده لازم الدوله تقدمه للسيدات. ولازم اقول لهم برضو ان انتوا ليكوا شرطه متخصصه، ان انا مثلا ايه لما يحصل لك عنف ارفعي يا ست على الخط الساخن بتاع العنف ضد المراه، وهتلاقي وحدة شرطة موجودة في كل الكماين، زي حملات الإدمان اللي نازلة دلوقتي إن هم بيعملوا تحليل الإدمان لكل الناس ولكل السواقين اللي بيسافروا رايحين جايين. يا ريت نلاقي كماين واقفة بتقول العنف ضد المرأة، ونلاقي سيدات تتكلم معانا ويعرفوا بقيمتنا. مثلا أنا مسافرة أنا وجوزي ورايحين نصيف، جوزي ده كان مديني حتة دين علقة امبارح إيه محترمة، وهو لازم تسافري، دول أهلي مسافرين معايا، ما تكسفنيش، ما تعمليش. طيب انا مش طايقاك، مش عايزه اسافر معاك. لا هتسافري، احنا رايحين نصيف. تصيف ايه؟ نهارك اسود، مصيف في ايامنا السودة دي. فانا بقى لما الاقي شرطه واقفه وانا مسافره اقول لهم لو سمحت انزل بقى ابلغ عنه واكون عارفه ان هم هيجيبوا لي حقي ومش هيسيبوني في الموقف ده.